السلام عليكم ورحمة الله. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سفيرات، طبعا كلامي موجه لسفيرات مصر في الخارج. عاملين ايه كلكم؟ اتمنى تكونوا بخير. آه الفيديو بتاع النهارده تكملة للفيديو اللي فات. عن هنتكلم عن بعض يعني التصرفات اللي المفروض ناخد بالنا منها ك كسيدات يعني في ايطاليا. في الحلقه دي اخص بالذات السيدات عليهم، عشان عليهم عبء كبير وعاتق كبير قوي في تربيه الاولاد. ففي بعض الحاجات كده اللي احنا لاحظناها وكمان لقيتها في كومنتات بعض السيدات، وطبعا هم عندهم حق. انا بالفعل كنت هتكلم في الموضوع دوت. فبعض النقاط ناخد بالنا منها من تصرفاتنا ومن عاداتنا، او ممكن من الحاجات اللي بالنسبه لك طبيعي ولكن هنا المجتمع الايطالي مش هيشوفها حاجه طبيعيه، فنلفت النظر ليها ونحاول ان احنا نشتغل عليها عشان ما تحصلش. من اهم الحاجات اللي بتحصل فترة الصيف او فترة زي دلوقتي كده على دخول الربيع والصيف وكده، الجو بيبتدي يحرر، والامهات طبعا بتاخد اولادها من النزيلة او من المدرسة وبتاخدهم بتروح جنينه جنب بيتها او جنب المدرسه او كده. عاده ما بنشوف حاجات كتير بصراحه في قلب الجارديني، حاجات مش لطيفه ويستحب ان احنا ما نعملهاش. من اهم الحاجات دي، اولا انت لما بتاخدي اولادك للجاردينو، الجاردينو ده مكان عام، الجنينه يعني مكان عام مش ليكي انت لوحدك، فناس كتير بيبقوا حواليكي، فلازم يكون تصرفك مهذب وواخده بالك من كل اللي بتعمليه انت واولادك. اولا هتعودي ولادك ان هم لو انت هتاخدي لهم مريندا، عصير، بسكوت، اي حاجه او اي حاجه في اي حاجه، هيكون معاكي شنطه بلاستيك عشان لما تخلصي مريندا الولاد يخلصوا مريندا هيحطوها في قلب الكيس وهيرموها في الباسكت بتاع القمامه اللي هو هتلاقيه في قلب الجنينه نفسها. ده يعني رقم واحد. رقم اتنين، ولادك لما يكون معاكي ولاد صغيرين فطبيعي ان الولاد هيتوسخوا، هياكلوا حاجه، هياكلوا مريندا فيها شوكولاته، فيها كراميلا، فيها مش عارفه ايه. لازم يكون معاكي سلبيتيني. طبعا مش هي دي حاجه شبهها يعني، دي سلبيتيني دي بتاعت مكياج، بس السلبيتيني اللي هي بيمسحوا بيها للاطفال وكده، اللي هي المناديل المبلله، لازم تكون معاكي واحده دايما في شنطه، وحطيها دايما في كيس بلاستيك عشان ممكن الغطا يتشال او كده فتبهدلك الدنيا او تعملك الشنطه، فلازم تحطيها في كيس بلاستيك. ودايما خليها معاكي لو الولد كل شوكولاته او كل حاجه بهدلت ايده تمسحيها وتنضفيها، تمام، عشان برضو بالتالي ما يوسخش الباستا جين اللي انت اصلا المفروض تكوني غسلاها من وقت للتاني. فطبعا تحافظي على نظافه كل ده، حاجه بتجيب حاجه. تالت حاجه، ولادك في الجاردينو لما بيروحوا في المرجحه، طبعا كل الاولاد عايزين يروحوا المرجحه، لازم تعرفي ان هنا في ايطاليا مش اللي يسبق الاول وي في دور مثلا. يعني دلوقتي في واحد بيخلي بنته على الجاردينو على الالتالينا يعني او المرجحه، فبتستني لما الدور يخلص، يبقى في مثلا طفل واقف مستني بيستني يطلع شويه، المفروض ان هو مثلا 5 دقائق 6 دقائق او 10 دقائق بالكثير، وبعدين مامته بتنزله. انت بقى ما تقعديش مثلا تتكلمي مع صاحبتك او تتكلمي في التليفون وتنسي ابنك على المرجحه وعمال بيتمرجح وعيال صف قاعد حواليه يقوموا يسالوا امه مين دي، ده امه اللي قاعده هناك، يلاقي امه بتتكلم في التليفون مش واخده بالها مثلا. لا، انت بتقفي جنب ابنك بتمرجحيه، اتكلمي في التليفون وكل حاجه، بس اعرفي ان في 5 دقايق 10 دقايق مرجحي ابنك عشان غيرك يطلع على التلينه. دي حاجات لازم تاخدي بالك منها، عشان دي حاجه لازم تحترم، دي نظام هنا وقواعد، عشان ما حدش حتى يبص لك بصه مش حلوه. دي حاجه. ثانيا، انت دلوقتي وديتي ابنك يتمرجح، بنتك بتلعب مش عارفه ايه، اهم حاجه بس ان هم ايه، الولاد بيتخانقوا مع بعض كتير، ما تقوميش تجري. لو حد ضرب ابنك ولا حاجه روحي بالراحه، كلمي ام الطفل، خدي بالك لان ابنك ضرب ابني او كده، مش طالبه خناق خالص، ما تتخانقيش وما تعليش صوتك، فهميها بس ان حصل كذا كذا وخدي بالك من ابنك عشان بيعمل كذا، تمام. بلاش نتخانق وبلاش نعلي صوتنا في جاردينو، يعني خلينا اسلوبنا حضاري وكويس، تمام. خلصنا الافلام دي كلها. احنا عندنا عاده طبعا المصريين ما شاء الله علينا بنحب اللب وبنموت فيه. ما ينفعش تبقي قاعده في جاردينو ماسكه اللب عماله بتقزقزي وعماله بتلفي حواليكي، يعني ما ينفعش تبقي قاعده بتقزقزي وحواليكي ما شاء الله سجاده كلها قشر لب. قزقزي اللب، ما بقولكش حاجه، قزقزي اللب بس يكون يا تحطي في ايديكي يا يكون معاكي كيس بلاستيك مثلا خلصي حطي فيه وبعدين ارميه، لكن ما ينفعش تبقي قاعده على الدكه او المكان اللي في الجاردينو بتقزقزي لب وحواليكي قشر اللب في الارض. حتى انت طالعين هيعدوا عليك او اي اجنبي، مش شرط طلياني على فكره، اي حد هيعدي قدامي هيبص لك بصه مش حلوه، فما تخليش حد يبص لك البصه دي. يعني انت في امكانك ان انت تتفادي كل ده. دي حاجات من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، تمام.
حافظي على نظافه المكان اللي انت فيه، ايا كان بقى بولمان، جاردينو عام مثلا، او جنينه عامه مثلا في شارع، طريق، مكتب، اي مكان انت رايحاه لازم تحافظي على نظافه المكان، ويكون معاكي حاجتك الشخصيه. ما تستعمليش حاجه مثلا يعني حاولي دايما يبقى حاجتك معاكي، يعني ده المقصود، ده المقصود منه. زي ما قلت لك سلفيتين، لو معاكي اطفال لازم دايما يبقى معاكي سلفيتين عشان تنظفي لهم ايديهم. دي حاجه من ضمن الحاجات. بعض السيدات مثلا اللي بيجوا مثلا من الارياف او الاماكن اللي هم ازواجهم احيانا ما بيرضوش ان هم يلبسوا بنطلون. انا عارفه ان في ازواج بيحكموا على زوجاتهم بالذات اللي جايين من الارياف ان هم ما تلبسش بنطلون، لازم يبقى لابسه العبايه او عليها الجاكيت او ده ما فيهوش اي عيب خالص، حاجه كويسه. كل واحد ليه عاداته وتقاليده ومظهره، ده ما فيش اي مشكله. انا واحده من الناس اللي بتلبس عبايه، من الحوار مش حوار عبايه قد ما هو ان انا ابقى عبايتي نظيفه، عبايتي مكويه، عبايتي مش مبقعه، عبايتي مش طويله عليا لدرجه انها مثلا بتجرجر في الارض مثلا. انك تغطي رجليكي تمام، بس مش تغطي رجليكي لدرجه ان مثلا تبقى بتجرجر في الارض وكلها بتلم تراب الارض، لان ده احنا بنشوفه. دي على فكره مش حاجه كويسه ان انت مداريه رجليكي في حين ان انت عماله مثلا العبايه بتجرجر في الارض فبتلم تراب، فمش حاجه لطيفه، حتى اللي بيشوف مش منظر حلو عشان يتشاف. فخدي بالك من النقطه دي، العبايه تكون بالظبط قد طولك، مغطيه وش رجليكي تمام، بس ما تجرجرش في الارض. طبعا تكون نظيفه كويسه. احيانا بعض الناس ظروف سكنها بتبقى صعبه شويه، ان هم مثلا السكن ضيق مثلا او كده، او المطبخ يكون في نفس المكان اللي هم عايشين فيه. وهي بتطبخ مثلا وهي بتعمل اكل وهي بتعمل حاجه، ممكن تصحى تدخل من بره تقلع عبايتها فتحطها على ديفانو مثلا او على كنبه وتدخل تطبخ عشان ما فيش وقت، الولد جاي من المدرسه او جوزها جاي. طبعا البيت ضيق، فطبعا ريحه الاكل والبصل والدقه والمش عارفه ايه، كل ده هيبقى في جو البيت تمام. وبالتالي هدومك هتبقى واخداه، يعني طالما هي موجوده في المكان اللي انت بتطبخي فيه اكيد هتبقى واخده الريحه. فخدي بالك من النقطه دي لما تكوني بتطبخي ولا حاجه. لو بيتك ضيق، كل واحد فينا ليه ظروفه، محدش اضرب بظروف غيره. لو انت بيتك ضيق حاولي وانت بتطبخي يبقى فاتحه شباك او حاجه، او هدومك او لبسك او اي حاجه بتخرج بيها تعنيها في اوضتك في الدولاب لو هي نظيفه. لو هي مش نظيفه بتحطيها في المكان اللي هتخصصي بيه للغسيل عشان ما تلقطش ريحه الاكل والطبيخ. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، لو انت بتطبخي او بتعملي المفروض وانت خارجه، مش هقولك استحمي كل يوم، بس على الاقل هتغسلي وشك، هتغسلي ايدك كويس، هتغسلي تحت باطك، هتغسلي جسمك كويس وهتلبسي. وطبعا هدومك هي بالفعل نظيفه وكويسه وريحتها حلوه، ما بتحطيش برفان، هتغسليها بالدون يكون ريحتها طيبه. ما فيها اللي هيجي يسلم عليك او يقرب منك، او حتى لو عديتي على حد مش هيشم ريحه بصل وثوم او عرق او تراب او الحاجات دي بتبقى بسيطه، بس احيانا ممكن حد ما ياخدش باله منها. ناخد بالنا من الحاجات دي كويسه قوي. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا اخت ليكم، شفت الحاجات دي يعني انا كنت واحده من الناس اللي ممكن امر بيها بس ما اخدش بالي، بس اخد بالي، مجرد ما اخد بالي انا بشم نفسي قبل ما حد يشمني. لو انا اللي في البيت القديم بتاعي كان المكان ضيق، كنت اجي البس الجاكيت قبل ما اخرج بيه، ببقى حتى يعني وانا برفعه كده بشم الريحه. فانا واخده بالي ان الجاكيت ده لقط ريحه الاكل، مثلا التقليه، الملوخيه، المحشي، البصل بتاع، بسيبه واروح لابسه جاكيت تاني، الموضوع منتهي. يعني مش محتاجه. اكيد كل واحده عندها بدل الجاكيت 2، بدل الشال 2، فيعني تقدري تبدلي. خدي بالك من النقطه دي عشان يمكن ما تاخديش بالك منها. بالنسبه لنظافه البيت والحاجات زي دي، زي ما قلت لكم المنظفات ما يعني بصوا ارخص مما تتخيلوا هنا. نظافه البيت حاجه مهمه جدا، وتغيير الجو كل يوم حاجات اللي المهمه ليكي، لاطفالك، لبيتك، لصحتك، لكل حاجه. طب من الحاجات اللي ممكن استعملها واستعملتها انا صراحه وعجبتني جدا وبتخلي ريحه مثلا حمامي كويس، انا بصوا غي عندي ان انا يبقى عندي ريحه مش برفان في نفسي بس، لا وفي بيتي كمان. الحمام لازم يكون ريحته حلوه، مش هحط برفان في الحمام، بس على الاقل استعمل برودكت يكون او منتج يكون ريحته حلوه. انا مثلا لقيت جربت كل الحاجات، بس طبعا لازم استعمل الكنديجين عشان تنظف وتطهر وكل حاجه، لكن احيانا ريحه الكنديجين بتبقى صعبه وبتضايقني وانا عندي اصلا ازمه فما بستحملش. فانا لقيت اللي بصراحه الزماك ده حاجه جميله جدا 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 ومش غالي برضو. انا ليه دايما بقول حاجه مش غالي؟ لان معظم الناس تقول لي لا اصل غالي، اصل مش عارفه ايه، اصل بتاع. طبعا الناس عايزه توفر اكيد، بس ما توفرش على حساب صحتكم وعلى حساب بيتكم. في حاجات زي كده بس ما يسيبش ريحه،
الصبح، لكن ده مثلا حاجه من الحاجات اللي استعملتها. وبرده زي ما قلت لكم هو بدو اورو حاجه في اي مكان هتروحوه، كارفور او شان او اي حاجه. ده زماك بانيو، ريحته جميله جدا، هتخلي ريحه الحمام عندكم لو انتم مش حاطين برفان ولا حاطين معطر ولا اي حاجه حلوه. تمام، استعملوه في الحمام ونضفوه واغسلوه. اللي حابب يحط معطر في الحمام يحط، اللي مش حابب يحط مثلا في البيت. انا بحب دايما استعمل البخور في البيت، بحب استعمل الحاجات اللي هي الطبيعيه. في حاجه جميله قوي اتعلمتها من صديقه مغربيه عجبتني جدا وهقولها لكم. كنت بروح بيتها اشم ريحه حلوه قوي، انا اصلا بموت في الروايح وبعز قوي ان انا لما حد يدخل بيتي يشم ريحه حلوه. فلما رحت لها، هي خياطه وبالمناسبه انا بحييها طبعا بشرى. لا يا بشرى، ريحه بيتك جميل، انت بتعملي ايه؟ فبتقول لي ابدا انا بجيب طبق صغير، مش طبق يا رب، حله صغيره او كزروله، وبتحط فيها شويه بيقولوا عليه ايه، اللافندر او الخزامه. بيقولوا عليه هنا خزامه، المغرب بيقولوا عليها خزامه او اللافندر، زهره اللافندر. ودي بتتباع في المجازر المغربيه، انا رحت جبتها كيس قد كده ب2 اورو، مش غاليه. لافندر، وبتحط كام عود قرنفل كده، بتكسريهم كده في قلب الميه وتسيبهم يغلوا. بتدي ريحه في البيت فظيعه فظيعه فظيعه. انا جربتها، ببص ما بقيش اشتري معطرات في البيت اصلا صراحه. كنت عايزه اوريها لكم في فيديو بس كسلت، بس انا هقول لكم على الفكره وانتوا تعملوها. هي كزرونه صغيره تحطوا فيها ميه، وتحطوا فيها شويه لافندر قيمه معلقه او 2، وتحطوا فيها 4 عواد قرنفل، وتسيبوهم يغلوا مع بعض. الريحه البخار اللي طالع ده بيعطر البيت، ودي ريحه طبيعيه وذكيه وبتنشط. واصلا اللافندر بيعمل ريلاكس، بيعمل استرخاء كده، حاجه حلوه. اعملوا كده، خلصتوا اكل وظبطتوا دنيتكم، بدل ما يبقى البيت ريحته بصل وثوم وتقليه ومش عارفه ايه. عطروا البيت بعد ما تهووه، عطروا البيت بالحاجات الطبيعيه دي. لو انتوا مثلا تعبانين ولا حاجه، في مرض مش عارفه ايه، لو عندك شيح حطي معلقه شيح على اللي انا قلت لك عليه دوت وهو بيغلي، هيطهر لك برده جو البيت. زي ما قلت لكم احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم، والحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها، لما حد يقول لنا مثلا اعملوا كذا اعملوا كذا، لو في مقدوركم اعملوه، مش حاجه وحشه. المنظفات زي ما قلت لكم مش غاليه في البيت وبره البيت. دي كانت بعض النقاط اللي انا حبيت اكلمكم فيها، انا كاتباهم طبعا عشان ما منساش. في بعض حاجات برضو ناخد بالنا منها، التصرفات في البولمان لما او الاتوبيس لما تكونوا طالعين، ما ينفعش تبقوا ولادكم سايبينهم يجروا في البولمان رايح جاي وانتوا قاعدين، ابنك في ايدك جنبك في الباساجينو او قاعد جنبك على ايدك، مش يخبط في اي حاجه ويكسر اي حاجه. لازم نحافظ على المواصلات العامه، عشان دي اصلا يعني معموله لينا، ما ينفعش نبوظها. ما ينفعش تبقي مثلا معاكي ابنك والباساجينو ومش عارفه ايه وانتي ماسكه تليفونك. طبعا انا معظم الناس اللي بشوفهم لتسهيل الدنيا عليهم بيحطوا التليفون في قلب الطرحه دي، ودي حركه مش حلوه خالص ومش لطيفه. في السماعات بتيجي مع التليفون، يا اما بتجيبيها من السوق ب5 يورو ولا ب6 يورو ايا كانت، بتحطيها احسن ما انك تبقي حاطه التليفون كده، لان حتى الغرب هنا هيشوفوكي بمنظر مش حلو. مفيش حد بيحط التليفون كده، احنا اللي اخترعنا بس الافتكاسه دي عشان احنا بنطرح وبتاع، فايه عايزين نخلص. في حين ان انت السماعه احسن لك بكتير حتى، وصحيا ما ينفعش ان انت تحطي التليفون على ودنك وقت كبير. فخدوا بالكم من النقطه دي. في سماعات، حطوا سماعات، ما تحطوش التليفون في جنب الطرحه. يعني الشكل صدقوني العام مش لطيف، وهتخلوا الناس تبص لكم بصه مش حلوه. دي حاجه. ثانيا، تبقي انت الطلياني في الاتوبيس او في البولمان شايفك انت حاطه التليفون وبتتكلمي وسايبه ابنك بيجري هنا بيعمل هنا. الاطفال هنا لازم يتحافظ عليها، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها في مسلسل الاطفال، الحفاظ على الاطفال. الطفل ده امانه عندك، لازم تاخدي بالك منه، ما تسيبوش يجري، ما تسيبوش يخبط هنا ولا هنا، لازم يبقى قدامك. احنا مش في بلدنا مصر عشان خاطر تسيبي ابنك او بنتك في الاتوبيس بيجروا، ما هم بيجروا عادي بيلعبوا، لا، ابنك يبقى جنبك. الباساجينو حاجه من الحاجات اللي لو في استطاعتك تعمليها. طبعا ده يبقى صعب شويه في الام اللي عندها 2، يعني الام اللي عندها 2 يبقى صعب، لكن انا لما اكون عندي 1 بس بصراحه كنت بعملها، لان عرفت ان ده قانون. ما ينفعش ان انا اطلع بولمان واسيب الباساجينو مفتوحه، يعني مفتوحه والولد مش فيها مثلا على حجري وهي مفتوحه، هي اوكوبا سباتسيو اصلا، لازم تقفليها. ده لو ابن 1 بس. في 2 بيبقى صعب شويه، الله المستعان. طبعا بيبقى صعب ان الام تبقى شايله طفل على ايديها والتاني في
هيبقى صعب. لكن لو عندك طفل واحد بس، والطفل مثلا على ايدك او انت خدتيه على رجلك، اقفلي الباسجينو عشان ما تاخدش حيز من البولمان والناس تتاذى. لان دي مسلسل شفناه كتير جدا جدا في الاتوبيسات، وطبعا الطرايده بيشوفوا المنظر ده بيتنرفزوا. وانتوا احنا على ايامنا ما كناش فيه باسجينو، على ايامنا كنا بنشيل العيل، على ايامنا مش عارفه ايه، وخناق وهوب هوب هوب ورد. وطبعا الستات بتسخن بسرعه فبترد. صدقوني دي مش حاجه حلوه يعني. حتى احنا لو في بلدنا انت مش هتحبي ان واحد جاي غريب على بلدك ياخد حقك ومكانك وكده في قلب البولمان، وبعدين ياخد سباتسيو كمان للباسجينو وهو قاعد اصلا بابنه واخد. ما ممكن المكان ده حد يقف فيه تاني. اقفليها ولما تنزلي افتحيها. لو عندك الامكانيه تعملي ده اعمليه عشان بس ما يحصلش مشاكل. في ايه تاني؟ احنا قلنا كلامنا في الجاردينو، في البولمان، في الشارع عامه. ما ينفعش حد يبقى ماشي في الشارع بيتف في الارض، دي حاجه مش مستحبه خالص. وانت كمان كست ما ينفعش ان انت تعملي ده في الارض، يعني هي حاجه مش لذيذه. ايه تاني؟ غالبا هي دي معظم الحاجات اللي انا كنت عايزه اكلمكم فيها. وانا يعني انا من شويه لسه مسجله الفيديو التاني بتاع المنتجات بتاعه العنايه بالبشره ورجليكي وازاي تنضفيهم وازاي تعمليهم. ساعدوني ان ده يبقى فكر منتشر هنا ما بيننا، عشان بعض الناس اللي مش واصلها الصوره او مش فاهمه ان ده غلط يفهموا. عايزين صورتنا ترجع حلوه تاني زي ما كانت، زي ما بيقولوا المصري في كل مكان يعني الناس تشرف بيه. الناس دي لو مش واخده بالها نخليهم ياخدوا بالهم. يمكن هم فعلا مش واخدين بالهم. خلينا نفسرها كده، هم مش واخدين بالهم، فخلينا نساعد بعض ان احنا نوصل الفكره دي. بعض التعليقات قريتها بصراحه تحت البوست اللي حطيته او الفيديو، عن ان فعلا احنا بقينا حتى بينا وبعض كعرب ان احنا بقينا ندور على المكان اللي ما فيهوش عرب عشان نروح. ودي للاسف حقيقه. ليه؟ لان بيبقى في دايما حكم مسبق زي ما قلت، ان لو المكان ده فيه عرب يعني فيه هرجله، ما فيش نظام، ما فيش نظافه كده. طب لما ده احنا بنقوله على بينا وبين بعض، يعني طالعين يقولوا ايه يعني؟ انتوا متخيلين لما توصل ان احنا ده يبقى بينا وبين بعض؟ ده راينا. فناخد بالنا من النقط دي يا جماعه، ناخد بالنا. الناس اللي احنا بنقول عليهم كده دولت لازم ياخدوا بالهم. انتوا وجه لبلدكم. انتوا بتدوا صوره مش حلوه لان اتقال المصريين كذا، في حين ان المصريين مش كده. هي بس فئه يمكن مش واخده بالها، يمكن ما عندهاش حته وعي. وفي ناس بيبقى غصب عنهم. بس هي موضوع النظافه مش في غصب، يعني حته ان حد يلبس لبس معين بيبقى فرض عليه عشان الزوج مثلا مش عايزه تلبس كذا او كذا. تمام، انا معاكم متفهمه، بس على الاقل نعمل ما يتناسب مع ظروف المجتمع اللي احنا عايشين فيه عشان ما نبقاش عرضه للانتقاد. انا مش بتكلم في اللبس ومش بتكلم في طريقه اللبس، انا بتكلم في الموضوع يعني اللي بيبقى اللبس عليه يعني. ايا كان زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، سواء بقى عبايه ولا بنطلون ولا بلوزه ولا اشارب ولا حاجه. انتوا حتى الاشارب او التربون دوت، التربونات دي ما انا بغسلها مثلا مره في الاسبوع، لازم تتغسل لان الشعر بيعرق، جسمنا بيعرق، كل حاجه. هاتيها كده وحطيها في قلب زي ما الطشت، انا بقول لكم الطشت. هاتوا الطبق بتاع الغسيل، حطوا فيه شويه المسحوق، اغسلوها على ايديكم، اتعصرت اتنشرت خلاص. بس لو حد دلوقتي قرب مني هيشم ريحه، في ريحه نظافه مش برفان، في ريحه نظافه، ريحه مسحوق، ريحه دوني، ريحه منظف هدوم، في ريحه نظافه في البيت. وكذلك بقى في كل حاجه في البيت. يعني ابدأي بنفسك وببيتك وفي كل حاجه. زي ما قلت لك، انت بس مش نظافتك، مش انت بس اللي انت بتلبسيه واللي انت بتستعمليه، ولادك، الباسجينو بتاعت ابنك، كل ده يعني شيء بيجيب شيء. خلونا نرجع الفكره الحلوه تاني، وخلونا ناخد بالنا ان فعلا الناس بتلاحظ كل الحاجات دي، ومش عايزين حد يقول دول كذا ودول كذا. لا، مش عايزين كده. احنا عايزين ترجع صورتنا حلوه تاني، ومش عايزين يبقى في عنصريه بيننا وبين بعض. لو انت شايفه ان في حاجه مش لطيفه حد بيعملها، اتكلمي باسلوب كويس، وانا اعتقد او اجزم ان اللي قدامك هيتقبلها لو انت قلتيها باسلوب كويس. يا ريت تراجعوا كلامي تاني. اللي بيسمع المواضيع دي وحاسس ان هو مر بحاجه فيها، يا ريت ما يعملهاش. مش عشان خاطرك انت، عشان خاطر بلدك، عشان انت سفير لبلدك. يا رب تكونوا كلكم سفر كويسين، وننقل فكره كويسه للناس، عشان خاطر المفروض احنا نكون كده. ده يعني احنا المفروض نكون كده. طولت عليكم برضو كمان النهارده. سيبكم في رعايه الله، والفيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.